حبايبي حبايب قلبي، ازيكم؟ وحشتوني كتير كتير. النهارده بقى قلنا نعمل معاكم حاجة كده جميلة بنحبها كلها، وبمناسبة الصيف البطاطا بتاعتنا الجميلة اللي طالعة الفترة دي، حاجة كده مسكرة وجميلة، وقلنا نستغل نعملها معاكم النهارده. حاجة بسيطة وسعرها بسيط، وحاجة يعني هيحبها أولادنا، ومغذية في نفس الوقت وجميلة، وحاجة صحية. جبنا النهارده بطاطا حوالي كيلو وربع من البطاطا، وهنعملها معاكم جميلة وهتشوفوها بطريقة جديدة خالص. أول مرة نعملها على القناة، يعني عملتها قبل كده بس مش بالطريقة دي، قلنا نعملها كده بطريقة جميلة وسهلة وهتبسطكم جدًا وهتحبوا تعملوها. هنبدأ الأول كده نسمي الله كده ونصلي على سيدنا محمد. إحنا غسلنا البطاطا بتاعتنا كويس، نقعناها شوية وبعدين غسلناها وشطفناها كويس جدًا. بدأت كده باقطّع الحتة اللي في الطرف، وباجي أي حاجة دايبة عندي كده من القشرة كده باقشّرها بالسكينة بتاعتي تقشيرة خفيفة كده، بحيث إنها تكون نضيفة معايا عشان أولادنا وكده، تبقى حاجة جميلة ونضيفة معانا. بدأت كده في صينية على النار، وهابدأ أنزل بورقة زبدة أو أي ورقة عندِك، ورقة كراسة حتى مش هتفرق، وهانزل بالبطاطا بتاعتي كده بالشكل ده، ومعايا حوالي يعني أقل من ربع كوباية مَيّة، حوالي 3 معالق مَيّة كده، وهانزل بيهم على الصينية بتاعتي وهاغطيها كويس جدًا. بتاخد حوالي تِلت ساعة على النار كده بالشكل ده، بتكون استوت نُص سِوَى كده بالشكل دوّة. بابدأ كده بقت تنزّل مَيّة كده مع المَيّة اللي أنا حاطاها، وتستوي سِوَى خفيف، خفيف كده. هابدأ أفتّحها كده تفتيحة بسيطة بالسكينة بتاعتي، وعندِك سُكّر بودرة أو سُكّر حبيبات أي نوع سُكّر، هتحطيه كده ما بين الحتت التشقّوات اللي أنا عملتها بالسكينة، بحيث إنها يعني برضه لو هي برضه نسبة السُكّر فيها قليلة شوية، بازوّد سُكّرها شوية، لو أنا حابة إن أنا أزوّد سُكّرها شوية، مش حابة بلاش الخطوة دي أصلًا تحطيها، وهي كده، كده بتبقى مسكّرة وجميلة وصحّية. بدأت كده خلاص خلّصت السُكّر بتاعي بالشكل ده، حوالي معلقتين كده بارشرشهم كده عليها بالشكل اللي أنتم شايفينه، وباغطّي طبعًا السُكّر بيعرق مع البخار، وبيبدأ يتشرّب كده وبيعمل لي زي عسل كده فيها، بتبقى مدّيها طعم حلو وشكل حلو. بابدأ كده أغطّي عليها تاني بتاخد 10 دقايق كمان أو 5 دقايق، يعني من 5 ل10 كده، وعلى نار هادية طبعًا، أنا بابقى موطّية عليها النار خالص. بابدأ كده خلاص استوت لدرجة إنها اتهرت معايا وأنا باشيلها من الصينية، بدأت ما شاء الله تشرب من العسل اللي عملته والكرملة، شايفين حبايبي؟ حتّة اتشالت منها وأنا باشيلها، في بعض بيتشال معايا حلو، وبعض بيتهري كده، من كتر سواها طبعًا لازم أسوّاها كويس عشان لمّا تتاكل تبقى juicy وجميلة. بابدأ كده أفتّحها برضه خالص، أخلّيها نُصّين كده بالشكل اللي أنتم هتشوفوه ده، وأبدأ كده معايا أنا عاملة كراميل معاكم في القناة قبل كده، سُكّر طبعًا باكرمله على النار، مش شرط أحُط عليه نشا ولا لبن ولا أي حاجة، أنا ممكن أحُط عليه نشا ماشي معلقتين بكوباية مَيّة، باحُطّه عليه وهو سُخن على النار وباقلّبه. هافتح كده البطاطا بتاعتي بالشكل ده، ومعايا صوص شوكولاتة أنا كنت برضه عاملاه قبل كده معاكم، وهاعمله برضه معاكم تاني بطريقة حلوة جديدة إن شاء الله. بدأت كده صوص الشوكولاتة عندي وصوص الكراميل في كيس حلواني، أنا حاطة ده وده في كيس حلواني، وهاقول لكم دلوقتي هاعمل هو كده، كده أنا حافظاه عندي في التلاجة لأي حاجة أنا باعملها، حلويات أي حاجة باستخدمه. صوص الشوكولاتة وصوص الكراميل بيبقى عندي على طول في التلاجة، باحتاجه في أي حلويات باحطه. شايفين حبايبي؟ أبدأ أرشرش كده بالكيس الحلواني بتاعي لحد ما يبقى شارب كله من الكراميل بالشكل ده. بدأت خلّصت كده الكراميل، معايا طبعًا الكيس اللي فيه الشوكليت أو صوص الشوكولاتة بتاعي، بابدأ أنزل كده عليه بالشكل ده. بدأت كده شايفين حبايبي؟ دي الشوكولاتة، حابة مش حابة الخطوة دي وحابة كراميل بس، حد حابب الشوكولاتة ومش حابب الكراميل، أي حاجة، بس أنا حطيت الاتنين بيدّوها طعم جميل، وحاجة كده كأنها حلويات كده يعني ما شاء الله. وعجبِك الفيديو بقى ما تنسيش الاشتراك في القناة وفعّلي زر الجرس. فضلًا وليس أمرًا طبعًا حبيبتي، وهتشوفوا وصفات بطاطا باعملها كتير، أنا دي وصفة من ضمن الوصفات، هتشوفوا برضه وصفات عندكم اللي بالكريمة وصينية، وهاعمل لكم حاجات جديدة منها جميلة إن شاء الله، تنول إعجابكم، وأشوفكم على خير في فيديوهات جاية إن شاء الله.